أنا ممدوح، حابب أفكّر في حاجة جديدة أعملها. فمن ضمن الحاجات اللي كان نِفْسي أعملها إني أعمل فيديوز، بس قررت أعمل حاجة ممكن تكون شوية هادفة يعني أو مش هادفة. أدينا بنحكي مع بعض. الوحدة وإدمان الوحدة، يعني إيه مدمن واحد أنا يا معلم؟ أنا عارف إن في ناس كتير بتتكلم عن حاجات زي الأكل والسوشيال ميديا، بس ناس قليلة أوي بتتكلم عن إدمان الوحدة. ساعات بتلاقي نفسك لوحدك أكتر من اللازم، تقول إن هي فترة مؤقتة وهتعدي، عايز تهدي شوية من الضغط اللي عليك في دنيتك وفي كل حاجة. بعد كده تلاقي نفسك مرتاح في الوحدة، أنا كده مبسوط، أنا تمام، أنا ليه بقى أختلط بالناس؟ فتلاقي إن أنت خلاص اتعودت على كده. بعد كده تبدأ تحس إن أنت مش محتاج حد، مش عايز حاجة قدامك، اكتئاب، نتفليكس، تقعد لوحدك تفكر، تقعد على البحر، تقعد في الصحراء. في ناس كتير بتخاف من المواجهة، مواجهة العلاقات، المشاكل والحاجات الكتير اللي بتظهر معاها. المشكلة إن الوحدة دي ساعات بتديك إحساس مزيف أوي، تخليك تهرب من الدوشة والمشاكل، لكن في نفس الوقت ت- تبعدك عن الحاجات اللي ممكن تساعدك. هي دي الكونفليكشن اللي في الموضوع. مش عارف أقول لكم إيه، بس أنت لو لقيت نفسك متعلق بالوحدة بشكل غير طبيعي، لازم تحاول تاخد خطوة، لازم تبتدي تختلط بناس أكتر، لازم تحاول من جواك كده تفكر هو أنا فعلا ابتديت أدمنها ولا لأ، عشان لو أدمنتها مش هتبطلها، عشان هي حاجة حلوة ومريحة. تخيل كده أنت في عالم مفيهوش ناس، كل لما بتحاول تلاقي نفسك بتطلع من العالم دوت وتقعد مع الناس لوحدك. لو عايز تتكلم هتلاقي نفسك بتتكلم. طبعا ده ممكن يسبب لك حاجة جامدة جدا، وهي التفكير المفرط، ال overthinking اللي الناس بتقول عليه. أحب أقول للناس يعني إن هو الموضوع صعب والحياة صعبة، لكن في الأول وفي الآخر إحنا كلنا محتاجين حد حوالينا، حد يسندنا، حد يقف معانا في حياتنا. عشان كده ربنا ما خلقناش لوحدنا. لو حسيت إن أنت وحيد حاول تتكلم. لو حسيت إن أنت وحيد بسبب إن أنت مش عارف تتكلم مع الناس اللي حواليك القريبين منك اللي عارفينك، اتكلم مع حد تاني. اطلع من القوقعة دي بسرعة، عشان القوقعة دي مريحة أوي وحلوة أوي. تخيل كده، علشان هي ديت المشكلة. المشكلة في إن أنت ارتحت خلاص، أنا مبسوط كده يا جماعة، ليه أطلع ليه أصلا؟ من ضمن الحاجات اللي عايز أقولها إن أنا عندي ده، وعشان كده حبيت أطلع أتكلم مع الناس. أنا بحب أكون وحيد، ارتحت في الوحدة، كل ما ببقى لوحدي ببقى مبسوط، بحب ناس بتحبني، بس بلاقي إن القوقعة أريح. فعشان القوقعة دي الأريح لازم نبتدي نعمل خطوة جديدة، نعمل فكرة جديدة، نعمل حاجة جديدة، اعمل activity مع ناس جديدة تتعرف عليك، تتعرف عليها. اطلع من القوقعة وشوف الناس اللي حواليك، ولو ما لقيتش ناس حواليك دور على ناس تانيين. ايه رأيك؟ واحد كده اعمل activity، socialize مع ناس، علشان ما تبقاش عادة، ما يبقاش ادمان، عشان لو ادمنتها هي حلوة قوي.
ولو عايز تتكلم اتكلم، ابعتلي تعالى يا سيدي نتكلم مع بعض، نحكي مع بعض ونعرف بعض عادي. ايه المشكلة؟ هنقفل وهننسى، بس على الأقل طلعت اللي جواك، متكبتش، علشان لما بتكبت كل حاجة بتنفجر مرة واحدة. يا اما بتنفجر جواك تفضل دايما مش قادر، تعبان، مضغوط، يا اما تنفجر من بره وتتخانق مع الناس كلها وانت مش حابب تبقى حد حواليك. الحياة احلى من ان احنا نعيشها لوحدنا. في ناس كتير حلوة بتحبنا، ممكن احنا منبقاش واخدين بالنا، بس اكيد لو اخدنا بالنا هنفضل دايما مع الناس.